7 اختراعات غيرت البشرية. منذ الوهلة الأولى للحياة حلم البشر وابتكروا بعض الاختراعات المذهلة، ويمكن تصنيف بعض الاختراعات بأنها ثورية وغير مسبوقة بشكل خاص. فيما يلي 7 اختراعات غيرت البشرية. قبل اختراع العجلة في 3500 قبل الميلاد، كان البشر مقيدين بشدة في كمية الأشياء التي يمكن نقلها على الأرض. لم تكن العجلة نفسها أصعب جزءاً في اختراع العجلة، وسهلت العربات ذات العجلات الزراعة والتجارة من خلال تمكين نقل البضائع من الأسواق وإليها، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن الأشخاص الذين يسافرون لمسافات طويلة. والآن تعتبر العجلات أمراً حيوياً لطريقة حياة البشر، فهي موجودة في كل شيء من الساعات إلى المركبات إلى التوربينات. البوصلة. استخدم البحارة القدماء النجوم في الملاحة، لكن هذه الطريقة لم تنجح أثناء النهار أو في الليالي الملبدة بالغيوم، مما كان يجعل السفر بعيداً عن الأرض أمراً خطير. تم اختراع البوصلة الأولى في الصين خلال عهد أسرة هان بين القرن الثاني الميلاد والقرن الأول الميلادي. كانت البوصلة مصنوعة من حجر المغناطيس، وهو خام حديد ممغنط بشكل طبيعي، وتم استخدامه للملاحة لأول مرة خلال عهد أسرة سونغ بين القرنين 11 و12. وبعد فترة وجيزة وصلت التكنولوجيا إلى الغرب من خلال الاتصال البحري. مكنت البوصلة البحارة من الإبحار بأمان بعيداً عن الأرض، وفتح للعالم مجال استكشاف جديد وتطور لاحق للتجارة العالمية. ولا تزال البوصلة تستخدم على نطاق واسع حتى يومنا هذا. المطبعة. ابتكر المخترع الألماني يوهانس غوتنبرغ المطبعة في وقت ما بين 1440 و 1450 ميلادي، وكان مفتاح تطويرها هو القالب اليدوي، قولبة جديدة مكنت من الإنشاء السريع لكميات كبيرة من النوع المعدني المتحرك. وكان غوتنبرغ أول من ابتكر عملية ميكانيكية تنقل الحبر الذي صنعه من زيت بذر الكتان من النوع المتحرك إلى الورق، ومن ثم زادت المطابع بشكل كبير من السرعة التي يمكن بها نسخ الكتاب، وبالتالي أدت إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول مرة في التاريخ. محرك الاحتراق الداخلي. يطلق احتراق الوقود في محرك الاحتراق الداخلي غازاً عالي الحرارة، والذي يضغط بقوة أثناء تمدده على مكبس فيحركه. وهكذا فإن محركات الاحتراق تحول الطاقة الكيميائية إلى عمل ميكانيكي. اتخذ محرك الاحتراق الداخلي شكله الحديث في النصف الأخير من القرن 19، وبدأ المحرك في العصر الصناعي، وأتاح اختراع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الآلات بما يشمل السيارات والطائرات الحديثة.
الهاتف. قام العديد من المخترعين بعمل رائد في مجال الإرسال الصوتي الإلكتروني. رفع العديد منهم لاحقاً دعاوى تتعلق بالملكية الفردية عندما انفجر دوي استخدام الهاتف، لكن المخترع الاسكتلندي ألكسندر غراهام بيل كان أول من حصل على براءة اختراع الهاتف الكهربائي في 7 مارس من عام 1876 ميلادي. بعد 3 أيام من حيازة براءة الاختراع، أجرى بيل أول مكالمة هاتفية مع مساعده توماس واتسون قائلاً: السيد واتسون، تعال إلى هنا، أريد أن أراك. وعندما توفي بيل في 2 أغسطس عام 1922 ميلادي، توقفت جميع خدمات الهاتف في الولايات المتحدة وكندا لمدة دقيقة واحدة تكريما له. الإنترنت هو نظام عالمي من شبكات الكمبيوتر المترابطة التي يستخدمها مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. في الستينيات من القرن الماضي، قام فريق من علماء الكمبيوتر العاملين في وكالة مشاريع البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكي ببناء شبكة اتصالات لربط أجهزة الكمبيوتر في الوكالة، والتي تسمى ARPANET. استخدمت شبكة الاتصال ARPANET طريقة لنقل البيانات تسمى تبديل الحزمة. طورها عامل الكمبيوتر وعضو الفريق لورنس روبرتس بناء على عمل سابق لعلماء كمبيوتر آخرين. تم تطوير هذه التقنية في السبعينات من قبل العالمين روبرت كان وفينتون سيرف، اللذين طورا بروتوكولات الاتصالات الحاسمة للإنترنت، وبروتوكول التحكم في الإرسال، وبروتوكول الإنترنت. وغالبا ما ينسب اختراع الإنترنت إلى كان وسيرف في عام 1989. تطور الإنترنت بشكل أكبر بفضل اختراع عالم الكمبيوتر تيم بيرنرز-لي شبكة الويب العالمية أثناء عمله في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. كانت الفكرة الأساسية ل www هي دمج التقنيات المتطورة لأجهزة الكمبيوتر وشبكات البيانات والنص التشعبي في نظام معلومات عالمي قوي وسهل الاستخدام. وفي نهاية المطاف، فتح تطوير www عالم الإنترنت للجميع، وربط العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل.